مشاهدة حصرية الآن من قلب تل أبيب. تظهر لحظة انفجار مبنى ابن عمير 6 في حي سورون المزدحم. المبنى وتنقونكين المكون من 6 طوابق وطابقين سفليين تحول في ثوان إلى كتلة من النار والدخان. الضربة التي نفذتها القوة الصاروخية اليمنية لم تستهدف أي مبنى عادي، بل مقر الموساد الأكثر سرية في إسرائيل، حيث تدار أهم العمليات الاستخباراتية. الصور القادمة من المكان تكشف حجم الدمار والهلع في الحي وسط صدمة كبيرة في الداخل الإسرائيلي. المبنى لم يكن مدرجا على الخرائط الرسمية، ما يؤكد مستوى التمويه الذي كان يعتمده الموساد لإخفاء أنشطته. وسائل الإعلام العبرية لم تجد أمامها سوى الاعتراف بالحدث، والمستوطنون نشروا لقطات تظهر الذعر، وفزع السكان لحظة دوي. صفارات الإنذار التي سبقت الضربة. هذه الضربة تكشف قدرات استخباراتية يمنية غير مسبوقة في رصد الأهداف الحساسة داخل إسرائيل بدقة عالية، وتعد الأكثر خطورة منذ بداية التصعيد، لأنها استهدفت العقل الأمني للدولة العبرية وسط قلب تل أبيب. في السياق نفسه أصدرت حركة حماس بيانا باركت فيه الضربة، مؤكدة أن العملية توجه رسالة واضحة للداخل الإسرائيلي وحكومته، وتكشف هشاشة منظومة الأمن حتى في أكثر مبانيها تحصينا. الداخل الإسرائيلي في حالة ارتباك، والكنيست شهد جلسة طارئة مليئة بالمشادات والصراعات، فيما فرضت السلطات الإسرائيلية طوقا أمنيا واسعا حول المكان، وتواصل فرق الإطفاء السيطرة على الحرائق وانشال الضحايا. البيان الرسمي للقوات المسلحة اليمنية أكد أن العملية تم تنفيذها بصاروخ باليستي فرد صوت نوعه فلسطين ثوين متعدد الرؤوس، مستهدفا مواقع حساسة في تل أبيب، وحقق نجاحه الكامل، مسببا رعبا واسعا للسكان الصهاينة ودفعهم إلى الملاجئ. الشعب اليمني العظيم لن يثنيه العدوان الإسرائيلي عن الدفاع عن إخوانه إلى الفلسطينيين، وستستمر عملياتنا حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة. النصر لليمن ولكل أحرار الأمة.